الفقرة الحالية يمكن تكلمنا عنها أمس من خلال وجودها الشخصية، من خلال وجبة الغداء اللي كانت فيها ديانا حداد. الكل تعرف عليها عن كثب. اليوم راح نتعرف بالتفصيل لما أتوقع راح يكون ممل، لأنها شخصية لها غموض وصراحة، لها تلقائية، أثارت الكثير من الجدل في بعض الأحيان، لكن أنا مصرة اليوم أتعرف عليها شخصيا، ومجرد التقاء فيها لأول وهلة حسيت غير عن اللي قاعد يتكلمون عنه الناس. حيا الله منياني ونور من مكاني يا روان. شلونك؟ الله يسلمك. شخبارك؟ تمام الحمد لله. اول شيء احب اشكر تلفزيون الكويت على هالاستضافه، والامانه وايد كلموني يبون يستضيفون لقاء تلفزيونيه وما ادري شنو، بس حبيت ان انا البي هالدعوه لانها دعوه من تلفزيون ديرتي الحبيبه الكويت. حبيبه قلبي، شكرا على تلبيتك لهذه الدعوه. في البدايه نبي نقول بعيدا عن السوشيال ميديا والشهره والدنيا اللي قاعده تصير، ابي اعرف البنوته اللي اسمها روان بن حسين شنو هي؟ دارسه شنو؟ شلون بدأت تدخل هذا العالم؟ أول شيء حدي مستحية شوية. ثاني شيء أنا طالبة قانون مبتعثة، أدرس بلندن، لايف ستايل بلوجر، أشارك الناس حياتي من فاشن، من ميك اب، من صحة، رياضة، يعني بس انشهرت بأن أنا أشارك الناس حياتي. اوكي، شو اللي خلى هذه الضجة والهالة الكبيرة تصير؟ شو اللي خلاها فجأة تتحول من بنوتة عايشة حياتها وقاعدة تشارك حياتها للناس العادية، بدأت تصير حديث الناس؟ قاعد تسأليني شيء ليومك هذا أنا انصدم ويصير فيني شلون الناس تعرفني، يعني شلون لما أطلع برا الأمهات، اليهال، الشباب، البنات يعرفوني. ما أدري، بس متأكدة أن هذه نعمة الحمد لله، محبة الناس ومحبة الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله I'm happy. حلو، نشوف هذا التقرير اللي خلى روان to be happy. حبيبتي انت اللي محليته. نقول اختيارك للقانون اختيار اهل ولا اختيار شخصي؟ الأمانة 100% اختياري أنا، بس أهلي وايد مساندين حق أي شيء نقول ما ينافي العادات والتقاليد وما ينافي الدين. حلو. صعوبة الدراسة بالغربة، بنوتة بروحك شنو؟ ايش قاعدة تحسين فيه؟ شوفي، الغربة سواء سنة، سنتين، 5 سنين، 10 سنين، تظل صعبة. إني أنا أعيش بعيد عن الأهل، بعيد عن الرفيجات، بعيد عن ديرتي، هذا بروحه يخليك ما لك ظهر، عرفتي؟ بس يظل السبب إن ليش أنا مغتربة يخليني أقوم كل يوم الصبح بلندن وأقول يلا يوم جميل، يلا يوم مليء بالطموح وبالسعي، عشان أنا آخر شيء أتخرج، ومو بس أرفع راس نفسي وأرفع راس أهلي، أرفع راس ديرتي الكويت أول شيء. حلو. طيب سؤال مو موجود من ضمن الإعداد، اسمحوا لي لأن يا في بالي هذا السؤال، وسؤال واقعي. تشكل روان بالنسبة للكثير بنوتة جميلة، فبالتالي قاعدين يقولون تهتم في المظهر الجمالي، وهي قاعدة تسعى لأنها تظهر المظهر الداخلي. مجتمعنا يركز على المظاهر، فهذا قاعد يشكل لك سلاح ذو حدين، زين وشين، يشكل لك محبين وغيورين. شلون تعاملين مع هذا الموضوع؟ شوفي، ما راح اقول الجمال، انا اقول المظهر الخارجي مرات يكون نقمه. ليش؟ لان مرات تحاولين تورين حق الناس انا اكبر من مظهر خارجي يستفزهم. بالضبط. انا اكبر واعمق من مجرد واجهه خارجيه انتم حبيتوها. انا ثقافه، انا اسلوب، انا شخصيه، انا طموح، انا تفوق. ولكن شلون اتصرف انا مع الناقدين او الكارهين، للأمانة مرات يأثر كأي إنسان ثاني عنده مشاعر، ولكن دائما أنا أقول إن يعني الشجرة المثمرة تقذف، يعني الله يهديهم ويصلح بالهم ويشغلهم بنفسهم. بس أنت أساسا من داخلك تعتمدين الشكل الخارجي بالأساس؟ لا. ولا تعتمدين الشكل الداخلي؟ لا، ما اعتمد على الشكل الخارجي، واكبر دليل بقول لك وايد مرات اول ما انشهرت، يمكن لي قبل كم شهر الكل يقول لي اهتمي بشكلك، لبسي شويه اكثر، يعني سوي حركات بشكلك، بميك ابك، بشعرك. انا اتسبح اطلع شعري، انا اوريدي ستريت، اطلع بدون ميك اب، اطلع بلبس بسيط، لان قلت لك اللي يبي يوصل رساله، او انا مثلا ابي اشارك الناس حياتي، ما ابي اشارككم انا شنو حاطه ميك اب اليوم، ولا شنو لابسه، ولا الماركه الفلانيه، ولا الكولكشن الفلاني. يمكن في خطأ نقول في الشخص نفسه، انه ما قاعد يركز بطريقه كبيره على الداخلي،
عشان كذي مو واضح حق الناس. صح، يمكن هم من هذا واحده من الامور. بس الانسان هم مشاغل، انا ما راح اقعد 24 ساعه واتكلم بالاسناب موضوع الفلاني قضيه الفلانيه، مرات الشخص خلص عرفتي يتعب، تعطين وايد صح. فيصير فيك ابي شوي اوخر. تحبين القراءه وايد. شلون ومن متى؟ اقول لك الصدق، جت فتره هبه والبنات يقرون كتب. صح. فانا قلت يلا مع خليني اقرا خليني اقرا. انا كنت اكتب قبل وعندي كم يعني تكريم حق قراءه وكذي ايام متوسطه وثانويه، بس ما فكرت بعمري ان انا اقرا. اوكي. لما غصبت نفسي مع الموضه مع الهبه وقريت، صار فيني لا، القراءه اعمق من مجرد قراءه وروايه وقصه، هي ثروه لغويه، هي مفردات، هي افكار، هي شيء. فمن يوم ما صرت احب اقرا حق كم كاتب وكاتبه انا احبهم. انا قاعده اكتشفك من صوب ثاني، انا ما كنت متوقعه ان انت ممكن تتابعين كذي. منو تقرين له اكثر شيء؟ وايد احب احلام السغانمي، احب نصوص حق محمود درويش، نزار، غاده. يعني اذا هالاسماء معناتها ممكن تكتبين خواطر. انا اول ما بديت عرفت عن نفسي ككاتبه، كنت اكتب بالانستغرام، وحتى MBC هم اللي كتبوا عني ان انا كاتبه. بعدها صار في مشروع كتاب، وللاسف مع السوشيال ميديا ومع دراسه مكثفه بلندن، المشروع ما راح اقول اللغه بالنظر راح اكمله، لكن تم تاجيله بالضبط. لكن هذا حلم من احلامي ان انا يكون عندي كتابي بنصوص نثريه. التخرج ايش كثر باقي له؟ 3 سنين. 3 سنين. يعني لحد الحين الموضوع مؤجل الى ال3 سنين ولا في شيء للقدام؟ لا للحين قاعد اكتب، بس انه متى بيخلص ما ادري، لان انا بقول لك هو غلط، انا ما اؤمن ان الكاتب يقول يلا باكر راح اخلص كتاب. لا، هو اكبر كتاب اكبر من كذي، هي الهام، هي مساحه انعزال تكتبين فيها. طيب دخلتي في السناب؟ دخلتي في الانستغرام وتويتر، هالامور هذه، فاصبحت حياتك الشخصيه امام مرأة من الجميع. فبالتالي قد ما يفرق الناس ان هذه مشاركه ام تسويق. شلون تقدرين تميزين بين هالاشياء؟ قصدك تسويق شنو؟ اعلانات؟ التسويق ان انا قاعده اسوق حياتي، قاعده اشهر نفسي. هم يمكن طبيعه ان ثقافه الناس تعرف ان اللايف ستايل شيء، وان انا قاعده اصير فاشينيستا واسوق هذا شيء ثاني. الناس ما قاعده تفرق، هالخيط الرفيع هذا مو موجود. انت تزعلين اذا احد شبهك بان انت قاعده تسوقين حياتك، اللي هو كلمه انك قاعده تشهرين نفسك. انت قلتي كلمه اول ما بدينا، ان شلون انشهرتي. انا ما ادري، انا اللي طلعت وقلت تعالوا تابعوني، او تعالوا حبوا حياتي، او تعالوا شوفوا انا ايش قاعده اسوي. مجرد ان انا شاركت، قلت انا فلانه الفلانيه ادرس مكان الفلان الفلاني، اسوي كذي كذي كذي، قاموا الناس يتداولون، فلان الفلانيه تابعوها، هم حبوا هذه الحياه، لان حياتك غير عن البعض. فبالتالي الناس تتابع الشيء اللي غير عن حياتها، غير عن بيتها، وخاصه لما تكون بنت من بيئتهم. شلون عايشه هالحياه اللي غير عن حياتي؟ احنا في نفس البيئه. بيتكم، سوري بالسؤال قد يكون شخصي، طبيعه بيتكم كذي ولا هي كاركتر انت اصطنعتيه؟ شوفي للامانه توها اختي بعد مسافره تدرس برا بامريكا، توها متخرجه. بيتنا مثل ما قلت لك، انا ابوي يشجع اي شيء فيه نجاح، اي شيء فيه طموح، اي شيء يخلي الديره واهلي فخورين فيني. هادف. بالضبط. فلما انا اغترب برا رايحه لندن ادرس، او امريكا، اختي رايحه امريكا، مو رايحين بس كذي. انا رايحه مع ديرتي الكويت، مع دفعتي، مع المكتب الثقافي ادرس، ففي هدف. فاللايف ستايل المستقل هذا صح انه هو غريب للبعض، ولكنه بنفس الوقت هادف، لانه في سبب اعظم من مجرد ان انا اسافر وعايشه بروحي. طيب التجميل، الميك اب، اهتمام اغلب البنات، وقد يكون مفروض عليهم حتى لو ما كانوا مو مهتمين فيه، لأن عالم البنات. أنت من ضمن هذا الموضوع ولا فرض عليك؟ سؤالك شوي وهقني. الميك اب ما أقدر أقول مو من اهتماماتي، لأنه هو اهتمام أي بنت مثل ما تفضلتي. ولكن ما أقول إن أنا وايد متعمقة فيه، يعني عندي أشياء تشوقني تحمسني أكثر. عرفتي؟ يعني أنت من البنوتات اللي لا طلعوا العصر لازم أحط ميك اب؟ لا، ويلي حكني بعدين. ما اقدر.
بس لا. بالمناسبات لازم. طبعا لازم، طبعا هو كدرس كود ترى، يعني هو المفروض عليك انه يكون في مناسبه لازم انا البس الشيء الفلاني، الميك اب الفلاني، الشعر الفلاني، ولكن ما احب اروح وايد يعني مو شيء اساسي كل يوم في حياتك لا لا. ابدا. طيب احنا نقول انه لابد انه يكون لك نظره مستقبليه عن الوضع اللي يعني اكيد عندك سكادجولينج يومي وعندك شهري وعندك سنوي وعندك لسنين قدام، ايش قاعد تفكرين لي قدام؟ انسانه احب اخطط. حلو، ايش قاعد تخططين له لي قدام؟ ان شاء الله باذن الله بتخرج قانون من لندن، عقب ما اكمل ماجستير دكتوراه يمكن ادش معهد دبلوماسي او معهد القضائي. مطوله روان انت. اي انا مطوله بدراستي، انا احب الدراسه. انا تخرجت 50 لواء على مستوى دوله الكويت. اي ما شاء الله. واولى على دفعتي، فشويه يعني الانسان اللي وايد تحب تدرس، وابوي هم وامي شجعوا هالشيء فيني، ان الانسان ما يبقى له لا نسبه لا فلوسه لا شكله الخارجي، الدراسه، الشهاده اللي بايدي هي سلاحي. حلو، طيب خلينا نشوف هذا التقرير عشان نعرف اكثر عن روان. هذا بالكويت، اللي يبي يزور هالمكان وياكل هذا بالكويت. انت تحبين الاكل؟ كلش لا. شلون؟ تغشمه طبعا، يعني في مخلوق ما يحب الاكل؟ يمكن اكثر انسانه بطينيه في الحياه. صدق؟ والله وايد احب الاكل. اوكي، يعني زرتي هذا المكان؟ يا ريت، لا والله صدقين؟ شنو تو مبطل صح؟ اي يقول لك درجه الحراره 11 تحت الصفر، وتقعدين تاكلين هناك وتستمتعين بالوجبه، واخر شيء تحطين قفل تكتبين على اسمك وتشبكين، يعني في اي دي. يقولون اكبر كافيه ثلجي بالعالم. هذا المكان اللي احنا المفروض الحين قاعدين نسوق له داخل الكويت، فاتمنى انه يكون في تسويق من بنات الكويت برا حق الكويت. انت منهم؟ اكيد. اكيد اكيد. ترى هو مجرد انا حتى رفجاتي مثلا اللي برا الديره اللي مو كويتيات يقولون وايد تحمسينا بالسناب شات على مطاعم الكويت، وايد تحمسينا على الكويت، وايد تحمسينا. ترى مجرد ان انا اخذ فيديو بحر الكويت، فيديو مطعم بالكويت، هذا بروحه تسويق للكويت. حلو. نبي نشوف بس يوسف، لانه دخل في مرحله الرسم ومندمج في مرحله الرسم. ورنا يا يوسف قاعد يرسم لحد الحين ما خلصت الصوره. تسلم ايدك. هذه انتي. يا راح نقول انه اكيد في مناسبات وطنيه تمر على البلد وتكونون انتم برا. عوار قلب. شلون؟ واي لا يتي على الجرح. الحمد لله ان كل سنه الطلبه كل واحد يعني كل مجموعه طلبه بكل مدينه يسوون احتفاليه. مثلا بالجامعه مثلا لاست يير كنت بلوس انجلوس ادرس علوم سياسيه، بعدين حولت لندن قانون. فاللي سويته انا ورفيجاتي كب كيكس على علم الكويت، وزعناهم جامعه فيها يمكن فوق ال 500 خليجي. مجرد مشاركة بسيطة ولو شيء بسيط، مجرد كلمة ابتسامة أذكر فيها اخواني واخواتي الكويتيين بهالعيد وبهالمناسبه، ترى يدخل عليهم الفرحه شنهم بالكويت. اكيد، وان شاء الله يا ربي ما يحرمنا من هالديره اللي قاعده تجمع الكل. سواء كانوا متشابهين مختلفين، هم يعيشون على هالارض متجانسين. هذا اللي انا احبه. راجعه متى للدراسه ان شاء الله؟ ان شاء الله نص 9. نص 9. وعطلتك متى راح تكون؟ شهر 12. اعتقد شهر اتوقع او شهر 2. في عندكم يا شهر 2 يخلونكم ترجعون؟ شهر 3 اسبوعين. اسبوعين. راح ترجعين وكلك شوق للبلد اكيد. اكيد اكيد. وموفقه يا روان. حبيبي. شكرا، اعطيتيني فرصه ان انا اتعرف عليك عن كثب. بعد قلبي. غيرتي مفاهيم وايد عن اللي كانوا يفكرون فيها الناس، والناس كلها عايشه لبعض. اللي يبي يظل الشخص يشوفه من زاويه معينه يشوفه، اللي ما يقدر يشوفه يتحاشى لغايه ما يشوفه من زاويه يحبها. انا احب دائما اشوف الجانب الحلو من كل شخص، وجانبك اليوم وايد حلو وضفتي للمكان، فاتمنى فعلا ان تستمرين في هذا الموضوع اللي هو الانسايد. تعلمين الناس اللايف ستايل، كل واحد يختلف عن الثاني، ياخذ الزينه ويضيفها في حياته. وان شاء الله يا رب موفقه ومن هالاعلى. ثانك يو، ما قصرتي بعد عمري انت. شكرا على هالاستضافه، ما قصرتي. يسلمك يا رب، الساعه المباركه. اذا بنات الكويت على اختلافهم من الخارج الا انهم يتشابهون من الداخل، انهم يحبون هذا البلد، بلد تتعب على الانسان قبل البنيان. ليله سعيده لكل من يحب